تخيل معايا بتصحى الصبح تفتح بريدك الإلكتروني وتشوف رسالة شكلها عادي، تضغط تفتحها وخلال ثواني تم تسجيل الخروج. بتحاول ترجع الحساب مقفول، الباسورد اتغير وكل معلوماتك بقت في ايد الهاكر، وكل ده من غير ما تضغط على أي رابط أو تحمل ملف، بس مجرد إنك فتحت الرسالة. الموقف اللي حكيته ده مش خيال، حصل فعلا سنة 2014 مع واحدة من أكبر الشركات وقتها، ياهو. والسبب خطأ بسيط في كود كان بيستخدم دالة اسمها inner HTML، ودي كانت غلطة أحد المطورين اللي كان مسؤول عن نظام الرسائل في ياهو. والغلطة إنه قرر يعرض الرسالة باستخدام ال inner HTML. دي فانكشن بتخلي المتصفح يفسر النص جوه أكنه كود HTML أو جافا سكريبت فعلي. يعني مثلا لو المستخدم كتب في الرسالة الكود ده، وده عبارة عن تشغيل لفانكشن alert، براوزر أو متصفح هينفذ الكود مش هيعرضه كنص. وده بالظبط اللي بنسميه ال XSS Cross State Scripting. شوف الفيديو بتاعنا على اليوتيوب، هتلاقيه تحت لو انت على اليوتيوب، او في اول تعليق لو انت بتشوفنا على اي منصة تانية.